برج العذراء الترابي، اقول لك ايه وانت الشمس موجوده في برج الثور، برج صديق ليك، او موجوده في بيتك التاسع، بيت الرزق بتاعك. الشمس موجوده في بيت الرزق وبيت تحقيق الامنيات العمليه والماديه لبرج العذراء. يا عذراء، انت الفتره اللي جايه عندك فرصه حلوه قوي لتوقيع عقود عمل جديده، او لبدايه مشاريع جديده، او يمكن كمان تكون فرصه حلوه لسفر انت كنت بتتمنى ان انت تحققه، سفر لمكان بعيد. روحانياتك مميزه جدا جدا يا برج العذراء، فرصه حلوه لانك انت عندك فتره من الهدوء النفسي والهدوء العاطفي والهدوء الروحاني كمان. شوف انت كل حاجه الشهر ده بالنسبه لك بتقولك ابدأ اللي انت عايزه. هو شهر البدايات بالنسبة لبرج العذراء، هو شهر الراحة، شهر الهدوء، شهر الحب، شهر كل حاجة حلوة بالنسبة لكم. انتوا كنتوا الشهر اللي فات بتعانوا من تأخير، بتعانوا من أزمات، بتعانوا من توقف حال، بتعانوا من ان انتوا ما بتناموش كويس. خلاص يا جماعة الفترة دي بتنتهي، لكن هنعدي أيام أولى من الشهر لغاية يوم 8، لأن احنا عندنا تراجعات بلوتو اللي بنتكلم عنها دي. بالنسبة لي يا جماعة تراجعات سلبية مش تراجعات إيجابية. بداية التراجع بالنسبة لي لازم نكون حذرين جدا جدا منه لحد ما يستقر البرج في خط سيره الجديد اللي هو ريتروجريشن اللي هو بيعمله، فيبدا ان شاء الله باذن الله نعتاد عليه، فنعتاد على حياتنا معاه وهنعتاد على فكره ان هو متراجع، فخلاص نلاقي الدنيا ماشيه زي ما هي. هو طبعا متراجع بالنسبه لك يا برج العذراء في برج هوائي، متراجع في برج الدلو، وهيفضل يتراجع ويستمر في التراجع حتى يصل الى برج الجدي لكن بتراجع لغايه شهر اكتوبر. احنا فعلا هنفضل في التراجع ده لحد شهر اكتوبر القادم لان هو كوكب بطيء، انت لازم تبتدي تتعود عليه يا برج العذراء، وتعرف انه ممكن يكون في بعض التعطيلات البسيطه، مش الالغاءات، هي مجرد تعطيلات عن الاستمراريه في الشيء. او ممكن يكون مثلا انت بتوقع على عقد جديد او بتعمل حاجه جديده يتعطل لكن ما يتلغيش، ممكن يتعطل معانا اسبوع اتنين، حاجات بسيطه جدا جدا والدنيا بعدها ترجع تاني تمشي زي ما انت كنت عايزها تمشي. بالنسبة للأشخاص من برج العذراء اللي بيدوروا على الارتباط أو عندهم مشاكل مع الشريك، عندكم فرصة للمصالحات وعندكم فرصة حلوة للارتباط يا برج العذراء، وهتكون فترة إيجابية جدا جدا بالنسبة لكم لحد يوم 20/5 إن شاء الله بإذن الله. من 20/5 لحد يوم من يوم 20/5 لحد يوم 1/6 الشمس هتكون موجودة في بيتكم العاشر، وده برضو على فكرة بيت داعم جدا بالنسبة لكم، لكن هو بيت التعارف وبيت الصداقات وبيت تكوين العلاقات الجديدة. وعشان كده بقول لك يا برج العذراء فترة جيدة جدا، أو شهر 5 كله بالنسبة لي شهر مايو هيكون مليء بالإيجابيات بالنسبة لك، وهيكون فترة فيها راحة وفترة مميزة جدا جدا بالنسبة لكم. أنا بتمنى لأصحابي من برج العذراء طبعا إن هم يقدروا يعملوا الحاجة اللي هم بيتمنوها والحاجة اللي هم عايزينها في الفترة دي. فترة فيها سفر، مفتوح لك بوابة سفر، ومفتوح لك عقود عمل جديدة، ومفتوح لك فترة كويسة ان انت تقدر تجني ثمار ما انت بدأته بالفعل في الفترات السابقة. عندك فرصة كويسة جدا جدا ان انت تبتدي تراجع امورك النفسية وتراجع امورك الروحانية، تراجع علاقتك بشريكك او تراجع علاقتك بأب او بأم، بشخص في الحياة مهم بالنسبة لك، مديرك ممكن. في عندك كانت خلافات موجودة الفترة اللي فاتت هتبتدي تتغير وهتبتدي تدخل في حاجات احسن بكتير. عندك اكتر من مناسبة جيدة هتحضرهم خلال شهر 5 او خلال شهر مايو، وفي خلال المناسبات دي انت هتتعرف على ثقافات جديده وعلى ناس جديده وعلى وجوه جديده، هم بالنسبه لك هيكونوا بدايات اسلوب جديد ولطاقه جديده والعهد جديد انت نفسك اصلا عايز تدخل فيه وعايز تحصل عليه. بالنسبه لامورك العمليه ركز شويه في شغلك، بلاش تخلي فيه تراكمات في العمل لان انت بالفعل داخل على فتره كويسه من المكاسب والترقيات والارتقاء في مجال عملك، فحاول ان انت تدعم الفتره دي اكتر حاجه ممكنه تقدر تعملها. ممكن كمان بالنسبه لكم يا الناس اللي عندها دراسه هتكون فتره كويسه جدا جدا، فتره فيها نجاح، انتوا بالفعل مركزين في دراستكم، مركزين في امتحاناتكم، مركزين في الحاجه اللي انتوا عايزينها. الناس اللي عايزه تقدم على شغل جديد، عايزه تقدم على فيزا عمل، عايزه تقدم على فيزا سفر، تقدروا تتوكلوا على الله بدءا من يوم 12/5 هتكون الفتره مميزه جدا جدا بالنسبه لكم، وهتكون فتره جيده ان انتوا تحصلوا على ما تريدون ان شاء الله باذن الله من مكاسب ومن هدوء اعصاب. كمان عندنا الفترة اللي جاية اللي هي فترة بالنسبة للناس يعني على المستوى الصحي، في فترة استشفاءات هتطمن على حد من أفراد أسرتك أنت كنت قلقان عليه برج العذراء. في حد من الناس القريبين منك كان مريض أو كان تعبان أو كان في بيتكم حد مريض، إن شاء الله بإذن الله هتحصل أمور استشفاء وهتكون أمور جيدة جدا جدا بالنسبة لكم، وهيبتدي تغير وجهة نظرك في كل شيء بيحصل حولك.
والله يا برج العذراء أنا شايفاه شهر كويس وشهر إيجابي جدًا، جدًا، حاول تستغله قدر الإمكان، وحاوِل إن أنت تحُط طاقتك كلّها فيه من نجاح، من فرص حلوة للحصول على ماديات كويسة، وعقود عمل جديدة، بدايات جديدة، سفر جديد يمكن عشان تريّح أعصابك، عشان تستريّح، علشان تحس إن أنت كويس. أمورك الروحانية مميزة جدًا، جدًا، وأمورك النفسية كمان مميزة لأقصى درجة ممكنة. أنا باتمنى لكل الناس من برج العذراء السعادة والخير والبركة وكل حاجة حلوة. كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والطاقة والتارot. سلام.